السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. يلا بينا نشوف اسعار مشتريات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. بجد هنشوفوا اسعار هنا كلنا هنتبهروا منها. اول حاجة جبت علبة كرتونة بسكوت. عايزة اقول لكم جبتها ب20 جنيه، كان فيها 21 بسكوتة، البسكوتة ب2 جنيه. جبت هنا كمان 4 علب زبادي عشان افرح اولادي، عشان لما العيل يصوم افرحه بالحاجة دي. عايزة اقول لكم الاولاد انا بعمل حلويات، بس الاولاد بيحبوا الحاجات بتاعت بره. جبت هنا علبة الزبادي ب3 جنيه. جبت كمان ازازة خل، جبتها هنا ب10 جنيه. جبت كمان اندومي و عندي جبت باتيه، وجبنا كمان علبة ازازة مايونيز. جبتها دي كانت عاملة 20 جنيه، كان عليها عروض حاجات حلوة خالص في السوق. جبت كمان كيلو سمين كان عامل 31 جنيه، عطاهوني ب30. جبت كمان علبة صلصة وعلبة مربى، وجبنا حاجات كتيرة جدا بنحتاجوها في شهر رمضان مع الحلويات وكده. وجبنا كمان فشار وفنكوش، وجبت كمان نص كيلو من حمص الشام، كان النص كيلو عامل ب40 جنيه. وجبت باكو شاي طبعا العروسة، كان عامل ده كان عامل 20، اللي هو مش عارفة التمن او الربع حاجة زي كده مش فاكرة والله. جبت الكيلو دي كان عامل 25 جنيه. جبت كمان ربع نشا، طبعا ده بنحتاجوه كتير. جبت كمان كيلو ترمس، طبعا ده قلنا ايه تسالي وكده. علبة كاكاو عندي ب15. وجبت علبة المربى كنت جايباها ب20. وجبت كمان نص سمنة هنا، بس انا صراحة جبت حاجات تاني، يعني جبت 4 ازايز زيت تاني بعد المشتريات دي. وجبت كمان سمنة وكده. جبت هنا كمان سحلب، جبت عندي قرفة، وجبت حلبة، وجبنا فشار وفنكوش. وجبت كمان السمنة الكيلو عامل 110، وحسبهولي ب100 جنيه. طبعا دلوقتي الحاجات نزلت خالص ما شاء الله في الرز في السوق. وعايزه اقول لكم الدولار نزل يعني 50% زي ما بيقولوا كده. اسعار كل حاجه ما شاء الله نزلت خالص. عايزه اقول لكم انا حتى كنت لسه جايب من السوق على طول، حتى ما قلعتش هدومي وقلت ايه اصور لكم الحاجه على طول معايا عشان ارصها على طول. جبت كمان مرقة، وكمان بعديها جبت علبة قلت عشان بحتاجها في رمضان. جبت كمان 4 كيلو 4 كيلو من الرز. وبعد كده صراحة استعملتهم في الوقت اللي أنا كنت لا أنا الفيديو ده مصوراه أصلا ليا فترة. يعني استعملت حاجات منهم كده وفي الأكل وكده في الإيه في الأيام العادية. بس بعد كده خلاص طبعا رمضان دلوقتي زنق علينا، رحت جبت حاجات اللي هي تقعد معايا الشهر كله. جبت هنا 5 كيلو من المكرونة بأشكال المكرونة كلها، جبت منها كيلو. جبنا كمان الخميره الفوريه عشان نحتاجوها طبعا في حلويات رمضان، وبنحتاجوها في المعجنات. جبت ملح هنا، وفي الاخر جبت برضو كرتونه. عايزه اقول لكم انا صورت حاجات معاكم كده، وفي الاخر جبت حاجات تاني بصراحه. جبنا هنا كمان الرز، جبت هنا 4 كيلو من الرز، وجبنا لسان عصفور، ملوخيه ناشفه. طبعا اسعار بجد حلوه خالص. المكرونه كانت الاول ب 30 جنيه، دلوقتي المكرونه وصلت عندي 24 جنيه في السوق. جبنا كمان ورق روري ب5 جنيه، وجبنا المرقه وصلت دلوقتي جنيه، كانت الاول ب2 جنيه. عايزه اقول لكم ما شاء الله حاجات جميله جدا ونفعتنا في شهر رمضان. بجد بنحتاجوها، ويعني من غير بتنزلي العيل هو وصايم او انت بتنزلي على حاجه صغيره. بجد بننزل في وقت يعني ايه صعب كده شويه وعايزه تلحقي تعملي الاكل، لا الحاجه كلها هتجيبيها كده وبتحطيها عندك في التلاجة او عندك في التربو عندك، بتحتفظ الحاجه عندك مفيش اي مشكله. جبت كمان هنا كرتونتين من البيض، طبعا البيض نزل شويه. عايزه اقول لكم هنا في الطبق ده فيه كسرت واحدة، والطبق التاني اتكسروا عندي 2. ما علينا، شلتهم وغسلتهم كويس جدا عشان اللي اتكسروا دول عملوا ريحة زفارة جامدة خالص. احتفظتهم عندي في التلاجة، مش هيقعد معاكي، مش هيجرى له اي حاجة. خلاص كده طبعا بنحتاجه في رمضان البيض كتيرة، وبنحتاجه حاجات كتيرة جدا. وبصوا الاسعار ما شاء الله كانت حلوة خالص، وكانت حاجات جميلة. وعايزة اقول لكم استنوا الفيديو التاني ان شاء الله، صورت برضو معاكم جبت زيت وجبنا سمنة وجبنا سكر وجبنا حاجات كتيرة جدا ما شاء الله. يعني جوزي كان عامل جمعية بصراحة وقبضها، قال خليها لشهر رمضان. هبدأ ارص الحاجة دي عندي في التربو، وهخزنها بقى ايه في حاجات استعملتها، وفي حاجات هتقعد معايا لرمضان. يعني احنا مناش يعني تقل قوي في الاكل، حاجات بسيطة، اكلنا ضعيف اصلا، مش اكلنا كتير وكده. واغلبية وقتي على طول بصراحة بقعد عند ماما، ما بقعدش في الشقة وكده، على طول في طب الاسنان عند الدكتورة بتعمل لي اسناني، وساعات بيدرسوا عليا برضو. يعني هو طب الاسنان تعبة شوية بس بصراحة بيعملوا شغل جميل جدا، غير اسعار بره الاسنان. ربنا المستعان.
طبعا هنا خلاص رصيت عندي هنا الفنكوش والفشار والترمس، طبعا ده مش ترمس العيد احنا خلصناه اصلا، والبسكوت، وهنا حطيت حاجه الحلويات، وكمان جبت قوالب شوكولاته بيضه وشوكولاته سودا اللي هي بالشوكولاته يعني. جبت حاجات كتيره جدا. خلاص التربو كنت غسلاه ونضيف كده كان زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. خليته للخزين كله، والتحت ده حطيت فيه البصل والطماطم، البصل والبطاطس. خلاص كده هنا رصيت الرز من ورا، وبعد كده حطيت هنا المكرونه الاشكال دي. عايزه اقول لكم المكرونه الاسباجيتي اكتر حاجه، اللي هي المكرونه الاقلام احنا بنستعملوها اكتر حاجه، والشوربه. غير بقيه المكرونه احنا مش بنشتغل اصلا في المكرونه، بس الاقلام دي بنستعملوها اكتر حاجه في البشاميل. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين رصيت بقى الحاجه، والملوخيه والفريك والسان عصفور، كل حاجه رصيتها كده اهو زي ما انتم شايفين. الحاجه اللي مش هستعملها بحطها من تحت كده. وفي الاخر خلاص كده عايزه اقول لكم ما شاء الله جبت خزين بيتي. خلاص هنا حطيت طبعا بقول لكم البطاطس والبصل، وبرص الحاجة عندي هنا في التلاجة. طبعا ببدأ ايه، كنت طبعا التلاجة كنت غسلاها ورصيتها كويس جدا اهو. حطيت المربى والصلصة، وحطينا كمان الخل، وحطينا العسل، كنت جايبة عسل برضو فضيته. حاجات كتيرة الاولاد كانت فرحانة كده، وبتبدأ ايه ترص معايا. طبعا هنا كانت عندي شوكولاته برضو دي، وادي علب الجبنه. طبعا انا جبت كرتونه جبنه تاني باسعارها حلوه خالص عجبتني، رحت قلت لا لازم اجيبها بصراحه، عشان شهر رمضان طبعا معروف بجبنه وبيض ولبن والحاجات دي. ربنا المستعان ويقوينا ان شاء الله، اللهم امين. عشان بس نخلي وقت لذكر الله والصلاه، وما ننسوش نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وما تنسوش كمان بالله عليكم الدعوات لفلسطين وغزه. والله العظيم الدعوات يا جماعه احلى حاجه هتوصل لهم، هتعملوا شمال ويمين لازم الدعوات. هنكتر في اكتر حاجه في رمضان ان شاء الله الدعوات، وان شاء الله ربنا يتقبل مننا اللهم امين، ويبلغنا رمضان على خير ان شاء الله. بس كده رصيت عندي التلاجة، وهنا غسلت البيض وببدأ ايه اسيبه يتصفى كده. وهبدأ احط هنا عندي الكاكاو، جبت كاكاو خام برضو بنحتاجوه في حلويات كتيرة جدا بتاعة رمضان، وحطيتهم كده في العلب بتاعتهم اهو زي ما انتم شايفين. وجبت هنا حطيت برضو النشا، كانوا حاجتهم حاجة النشا حطيتها في علبة النشا، والتاني الكاكاو كده. والكاكاو ده التاني كان كاكاو خام، ده كاكاو اللي هو الكاكاو اللي بتاع اللبن والحليب وكده. بحطه عليه في التلاجة، بشيله يعني في برطمان وبحطه في التلاجة. وهبدأ هنا الحلبة برضو، طبعا في ناس كتيرة بتغسلها، انا بغسلها بصراحة عشان فيها تراب وكده، بس في الاخر رحت قلت ايه رصيها، وبعد كده ان شاء الله اغسلها وكده، عشان كانش في وقت ولازم ارص الحاجة بصراحة. خلاص كده هنا الحلبة اهو حطيتها زي ما انتم شايفين، يا دوبك ربع حلبة اخدت البرطمان عندي ما شاء الله. بحب الحاجة يعني اجيبها تاخد البرطمان عندي، ما بحبش تتبقى وتتبقى عندي حبة في كيسة، دي بتضايقني خالص بصراحة. بضطر بشيلها او بتتكب مني ساعات، او بحتفظها في برطمانات بيبقى حاجة على حاجة صراحة بتلقط مني الريحة. طبعا الشاي هنا يعني مليت برضو العلبة اللي هو بتاع التوابل، واتبقوا حبة حطيتهم عندي في التربو، في حبة اتقلبوا في التربو، دي بتضايقني بصراحة. هنا جبت برطمان السمنة، ده كان فيه سمنة فلاحي، جبت صراحة عليه السمنة دي كانت سمنة معرفش روابي او جنة. جبتها وحطيتها هنا. وبعد كده بصراحة جبت سمنة فلاحي، ان شاء الله اصورهم معاكم وهوريهم لكم. جبنا مشتريات ايه تاني بعد المشتريات دي، جبنا شوية مشتريات حلوة خالص هتعجبكم ان شاء الله، والاسعار بجد حاجة حلوة ان شاء الله، وربنا يرخص الحال اللهم امين، عشان الناس كتير غلبانة وعلى قد حالها، ولازم بتجيب حاجتها وكده. خلاص كده رصينا حاجة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية، اللهم بلغنا رمضان اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش الدعوات وذكر الله وقيام الليل والتهجد والتراويح، وما ننسوش كمان التسبيح كتير والختم بتاعكم ان شاء الله. وبس كده كان فيديو النهارده، وهبدأ ارص بقية الحاجة، ويا رب تكونوا استفدتوا من الاسعار. وعايزه اقول لكم البيض نزل برضو خالص، الاول كانت البيضة البلدي كانت ب6.5، دلوقتي وصلت ل5 جنيه، ودي كمان وصلت 4 جنيه البيضة اللي هي المستوردة. جبت الكرتونة والله مش فاكرة جبتها قوي، عشان كان في جوزي كان بيجيب لي حاجات وكده، وانا بجيب حاجات يعني. الحاجات اللي انا جبتها قلت لكم اسعارها، والحاجة اللي ما جبتهاش ما قلتش اسعارها عشان كان جوزي اللي جايبها. بس كده بوريها لكم، يا رب تكونوا اتبسطتوا منها، ويكون عجبتكم واستفدتوا من الفيديو، ويا رب يكون عجبكم. وبس كده كان فيديو النهارده، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم.